السؤال المهم بقى، لو انا الملوحه عندي عاليه بالمناظر دي، طب هل نظام التسميد ما بيتغيرش؟ طبعا في اجراءات لازم نخلي بالنا منها، لان الارض لو عطشت الملوحه هتلم ناحيه النبات وهتصعب الامور اكتر، فلازم دايما ننظم الري بحيث ان الميه بتطرد الملوحه لبعيد. وكمان الرقبه العاليه اللي بنعملها حوالين النبات هي من ناحيه بتحميه، بس برضه من ناحيه ثانيه ساعات بتلم الملوحه حواليها، فبنفضل كل فتره لو لقينا الملوحه اتجمعت نلمها يدوي ونرميها لبعيد. فبنحط برنامج تسميد في الحالات اللي زي دي، بنعتبره برنامج تسميد جذري، بيبقى الغرض منه تكبير حجم المجموع الجذري لاقصى درجه وتعظيم الاستفاده، وان احنا يبقى قدرته على الامتصاص عاليه قدر الامكان. فبنهتم طبعا بالتسميد بقى الحاجات اللي هي زي الهيوميك، الفولفيك، الحلب البحريه، الاحماض الامينيه، الملاس، الخميره، البيوتريك اسيد، اي حاجه هتساعدني ان هي تكون مجموع جذري قوي وفعال طبعا بنهتم بيها لاقصى درجه. بناء عليه لما الجذر بيكبر بقى ويقوى بشكل كويس، فاي عناصر غذائيه بيقدر يوصل لها بيستفيد منها بافضل شكل ممكن، وبتبقى زي النخله السليمه اللي في ارض كويسه، ويمكن احسن كمان في بعض الاحيان. المهم يا رب اتمنى اكون افدتكم. لو في عندكم بقى اي استفسارات ما تنسوش تكلمونا او تبعتوا لنا على الصفحه، وتابعونا واكتبوا لنا برضه استفساراتكم تحت في الكومنتات، او ابعتوا لنا على رسائل الصفحه، وان شاء الله نكون في خدمتكم. ومش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده، ورمضان كريم عليكم. يلا اي خدمات، السلام عليكم.